السلام عليكم ايها الرائعون. سوف نتحدث يوم سويا هنتكلم عن تمرين الليج بريس، جهاز الليج بريس، والفرق بينه وبين السكوات الحر والديد ليفت. وبرضه هنتكلم عن حاجه تانية، ايه الفرق ان انا بشتغل رجلي لفوق او رجلي لتحت او رجلي مفتوحه او الكلام ده كله. هل في فرق فعلا في الحركات دي؟ اقول لك لا. الجهاز ده لما اتصمم عشان انت تحط رجلك في مستوى الحوض بتاعك على حسب كفاءته وامتداده وعلى حسب الموبيليتي بتاعته. تاني حاجه، الجهاز ده بيشتغل على مفصل واحد فقط، بيشتغل على الركبه، واللي بتشتغل اكتر عضلات الاماميه هي العضلات البرايمري. يعني الاستهداف اكتر بيبقى على العضلات الكوادس فقط، عضلات الكوادريسبس هي اللي شغاله. الفيديو فيه كلام علمي، عايز تتابعه للاخر هتستفاد منه، واحفظ الكلام ده. مش عايز تتابعه اقفل من دلوقتي يا ابني. تاني حاجه، لما جم عملوا الستاند ده عملوه بالشكل العريض المتواجد بيه علشان يستوعب كم الاوزان اللي انت هتحطه عليه، وتبتدي تحط قدمك عليه ويقدر يعمل توازن ما بين الوزن المحمول على الجهاز وبين الصعود والنزول عليه. في اجهزه تانية اتعملت بشكل ادق واصغر شويه، اكنز شويه، ولكنها فشلت، بتلاقيها بتتمرجح. عشان كده هم عاملين الرجل كبيره، ولكن مش عشان حضرتك تحط رجلك لفوق او تحط رجلك لتحت، لان الموشن، الحركه اللي بتستخدم حركه واحده. ايوه، هي حركه الدفع، عمليه الاكستنشن، الفرد اللي بتحصل للركبه فقط. علشان كده بنقول عضلات الكوادس هي اللي شغاله. طب لما بنيجي نبص على تمرين السكوات بنلاقي ان الحوض الهب ابتدى ينزل يعمل، واحنا نازلين تاني واحنا طالعين بيعمل فرد. فعضلات الجلوتس استهدفت، عضلات الارداف استهدفت، ولكن بشكل اقل. النسبه الاكبر كانت برضو العضلات الاماميه، وعضلات السمانه الجاستراكنيميوس استهدفت، ولكن طبعا بشكل ثانوي. لما نيجي نبص في تمرين الليج بريس بنلاقيها ثابته، والحوض تحت ثابت ما بيتحركش. اللي اتحرك فقط الركبه، اتفردت واتنت، ولكن الحوض محكوم في الجهاز ما بيتحركش. غير تمرين الديد ليفت، برضو لو بصينا في الديد ليفت هنلاقي اكتر الحوض اشتغل معانا، هنلاقي الحوض بيبتدي يرجع لورا اكتر، ويرجع بعد كده يعمل عمليه الاكستنشن اللي بيحصل، بيرجع معانا لورا وبعد كده يعمل اكستنشن. نفس الكلام تحت في الانكل بيشتغل، ولكن بشكل ثانوي. والاستهداف في تمرين الديد ليفت بيبقى اكتر على عضلات الجلوتس، عضلات الارداف. في تمرين تاني اكفأ ممكن تشتغل عليها على العضلات دي وتستهدفها بشكل اكفأ، واعرف ان التمرين ده تمرين سنجل جوينت فقط، مفصل اللي اشتغل فيه وعضله واحده كانت شغاله، والعضلات التانيه كانت ثانويه وليست اساسيه. ايه تاني ممكن نقوله؟ اعمل لايك وشير عشان تفيد غيرك. والتمرين على الجهاز ده ما تكونش باوزان ثقيله، الجهاز مغري، ما تتمرنش فيه باوزان تقيله، مرن على قدك، عشان احنا قلنا الاستهداف فقط على العضلات الاماميه وعلى الركبه. كل ما بتزود عليه احمال كل ما بيأثر عليك بعد كده بالسلب. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني، كفايه رغي.